ريال مدريد يكسب برشلونة بهدفين مقابل هدف في سانتياغو برنابيو في كلاسيكو الأحد، مباراة قدم فيها ريال مدريد درس تكتيكي لبرشلونة. تشابي ألونسو تفوق على هانز فليك الذي كان غائبا، واكتسح الملعب طوال 90 دقيقة. فرص بالجملة ضائعة لريال مدريد، وأكثر من هدف ألغي بداعي التسلل، ده بالإضافة إلى ضربة الجزاء التي أهدرها كيليان إمبابي. ريال مدريد يضرب من حديد أمام برشلونة. بعد نهاية مباراة اليوفي يمكن كل الترشيحات أصبحت لصالح برشلونة، أن البارسا سيكسب ريال مدريد في الكلاسيكو بنتيجة مريحة جدا. لكن تشابي ألونسو كان له رأي آخر. أول مباراة يمكن كبيرة نقول عنها فاز فيها تشابي ألونسو على برشلونة، ويا لها من بداية رائعة لتشابي ألونسو مع ريال مدريد أن تفوز في أول كلاسيكو، فهذا أمر ممتاز جدا. ألف مبروك جمهور ريال مدريد، ألف مبروك لاعبي ريال مدريد، فوز ثمين جدا. الآن الفارق أصبح 5 نقاط في الدوري، فارق مريح جدا، خصوصا أن الجولات القادمة لريال مدريد ستكون نوعا ما متوسطة، وبالتالي الفريق قادر على أن يوسع الفارق أكثر من 5 نقاط إذا وصل النتائج الإيجابية، بالإضافة لاستغلال تعثر برشلونة في المباريات القادمة. هذا أمر محتمل تماما.